يلا نعمل فطار سريع وكمان خطير وب150 جرام بس من اللحمة المفرومة. بطاطس صغيرة قشريها وقوريها بالشكل ده، وهنجيب البطاطساية كده نقورها من جوه، يعني هنجوفها تجويف كده وسط. يلا نشوح بقى اللحمة المفرومة بتاعتنا مع بصلاية وفلفل وطماطم، نفرمهم في الكبة، وهنزل في طاسة سخنة فيها معلقة زبدة واشوحهم بملح وفلفل اسمر و11 بهار. واول ما تدبل معايا هنزل ب150 جرام من اللحمة المفرومة واحط عليها رشة من القرفة بتديها تست حلوة قوي. شوحنا اللحمة المفرومة، ركناها في طبق، وجبنا بقى البطاطس اللي احنا تقشرناها وقورناها اديناها صدمة على النار، وكمان البطاطس اللي احنا قورناها برشة من الفلفل الاسمر وخدت لون ذهبي خطير. ونجيب الطاجن ننزل بقى بالكلام ده كله مع معلقة من اللحمة المفرومة، ونحشي البطاطس اللي احنا قورناها ونحطها في الطاجن. عايزة اقولك بقى احلى طاجن هينور سفرتك في رمضان. خلصنا كل الكمية بالشكل دوت، جبنا بولة وحطينا فيها معلقة صلصة وقالب ماجي وشوية مية سخنة، وهنروح حاطينهم على الوش نغطيهم بورق حراري وندخلهم الفرن. هيطلع بقى باللون الخطير ده، طعمه يجنن. جربوها بجد، تتقدم مع رز ابيض وشوية سلطة وبألف هنا. عايزة اقولك بقى الصوص اللي تحت منه ده خطير. اتبقى شوية لحمة مفرومة، قلت مش هسيبهم، جبت السمبوسك ورحت بقى حشياهم كده. انا ما بقليش السمبوسك في الزيت، انا بحطها في الفرن. وجربيها وقولي لي النتيجة ايه. مش عايزة اقولك بقى هيلسي قد ايه، وطعمها مقرمش من بره وطرية من جوه. جبت الصينية بتاعتنا وحطيت فيها السمبوسك وحطيتها في الفرن ودهنت الوش كده مسحة سمنة. عايزة اقولك بقى كأنك قليها في الاير فراير. وبألف هنا، باي باي.